النوم سلطان والنوم الظالم عبادة والدفع عفا. دي تقريبا كل الأمثلة الشعبية اللي أنا أعرفها اللي ليها علاقة بالنوم، وإن إحنا كبشرية يعني مهما قدسنا النوم من زمان جدا، وخصوصا البنات تلاقيهم بيناموا بال4 أيام، احنا ستيل في حاجات ما نعرفهاش عن النوم. فاحنا مثلا ما نعرفش احنا ليه محتاجين ننام، دي حاجة احنا لسه مش عارفينها. بس احنا عارفين ان النوم مهم، وعارفين عنه حاجات كتير قوي، وعارفين ان خلال النوم يعني خلال فترة النوم جسمك بيعمل زي بروسيسز او اجراءات او حاجات معينه ما بيعملهاش وانت صاحي، لازم تبقى نايم. عملوا دراسه اكتشفوا ان الناس اللي بتنام اقل من 6 ساعات، الرجاله يعني اللي بتنام اقل من 6 ساعات في اليوم، التستوستيرون بتاعها بيقل من 10 ل 15%، والكورتيزول اللي هو الاسترس هرمون بيزيد ب 37%. فاحنا عارفين ان النوم مهم، وعلشان كده انا الفتره اللي فاتت اللي هم حوالي الشهرين اللي فاتوا حاولت ان انا مونيتور النوم بتاعي، اراقب النوم بتاعي. تلاقوني لابس 1 2 3، والصراحة دي ما بلبسهاش قوي بالليل، بس يعني اهو. طبعا انت مش محتاج تعمل كده يعني عشان تعرف ان النوم مهم، انا بس يعني حبيت يبقى الموضوع موثق جرافس وحاجات يعني، واشوف تأثير النوم فعلا عليا وايه اللي اقدر اعمله عشان احسن النوم. فقبل ما اقول لك ازاي تحسن النوم وايه اللي فرق وايه اللي ما فرقش وايه اللي مش مهم وايه اللي يستاهل تحط فيه فلوسك وايه اللي ما يستاهلش، فبما ان احنا كلنا شباب بتوع جيم، تعال اقول لك النوم مهم ليه للجيم، وبعدين في الاخر هقول لك نبذة صغيرة يعني ايه عن الحاجات اللي هي النفسية، ويعني بس يعني صغيرة كده، بس سريعة كده. احنا عارفين ان النوم بيبقى معمول زي سايكل، فانت بتدخل انواع من النوم، النوم مش كل واحد. من غير ما ندخل في كل الكلام ده، النوم فيه اللي هو الديب سليب او الرابيد اي موفمنت، يعني دي كلها مراحل جوه السايكل بتاعت النوم. السليب سايكل دي انت طبعا كل ما تدخل في الديب سليب، يعني دي مرحله من جوه هذه السايكل، جسمك بيفرز مثلا الجي اتش. فانت علشان تكون عايز تكبر، تنزل الجيم، اتمرنت جامد، عايز جسمك يكبر، هرمون الجي اتش ده اللي هو الجروث هرمون، اللي هم الناس اللي بتنزل على المسرح بتاخده، او ده الهرمون اللي انت ممكن تبقى عارفه ان انت بتشوف طفل اتولد عنده كذا يوم، طفل فعلا قد كده وزنه 2 3 كيلو، مش عارف بيبقوا الاطفال قد ايه الصراحه، وفي يوم من الايام بيبقى بني ادم شحط مالي الدنيا، راجل داخل عليك. السحر ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عشان جسمه بيفرز الجي اتش الجروث هرمون. طبعا مع تقدم السن الهرمون ده طبيعي في جسمك بيقل عشان خلاص وصلت لنموك كامل، بس ستيل انت لسه محتاج الهرمون ده في الحاجات اللي هي بتتلف، مثلا الاصابات، جسمك تاني بيفرز جروث هرمون عشان يتعافى منها. فعلشان كده لازم تنام بطريقه صح وتدخل في مرحله النوم السليمه. تقريبا دوشتكوا صدعتكوا بيها هي التستوستيرون. النوم والتستوستيرون حاجه مهمه جدا، فانت لو ما بتنامش جسمك بيفرز تستوستيرون اقل. هم لقوا تاني دراسه ان اون افريج، دي ما كانش فيها ارقام قوي يعني، بس كانوا افريجات يعني متوسطات، ان الناس اللي بتنام 8 ساعات جسمهم كان طبيعي بيفرز تستوستيرون اعلى بكتير من حوالي 15% برضو من الناس اللي كانت بتنام اقل من كده. فالنوم مهم للهرمونين دول، والهرمونين دول مهمين في حياتنا. الحاجة التانية هي الكورتيزول اللي هو الاسترس هرمون. انت جسمك بيحتاج الكورتيزول، هو مش عدوك، بس تاني هو معروف ان هو الاسترس هرمون. ده معناته ان انت جسمك لما يبقى في فترات مطولة تحت الاسترس، فجسمك بيفرز الاسترس هرمون ده كتير كده، بيبقى الموضوع مش كويس. تاني النوم بيساعد ان جسمك يعني يريجليت او يظبط بقى الكميات المظبوطة من الكورتيزول. نقدر نقول باختصار شديد، عايز تكبر، اتمرنت جامد ومش شايف نتيجة في الجيم، ممكن يبقى المشكلة في نومك او الريكفري. ليه؟ عشان انت مش مدي جسمك المساحة السليمة ان هو يفرز الهرمونات اللي هو محتاجها. وفي نفس الوقت انت برضه لو عايز تخس هتلاقي نفسك على طول بتاخد بالك ان انت، او انا يعني عشان انا بوزن نفسي كل يوم الصبح، انا عارف ان انا الايام اللي انا ما بنامش فيها كويس دايما الميزان بيبقى قاري رقم كتير، يعني بيقرا بزيادة، وفي نفس الوقت بيعمل ووتر ريتنشن، جسمك بيحبس مية، فتلاقي الرقم على الميزان اعلى. تاني حاجة الدراسات لقت ان الناس اللي بتنام قليل في هرمونات مسؤولة عن الشبع والجوع، هما 2 هرمونات مشهورة قوي، من غير برضو ما ندخل في تفاصيل كتير، بس بالبلدي كده يعني، الليبتين والجريلين، واحد بتاع الشبع واحد بتاع الجوع. الهرمونات دي مع قلة النوم بتتعكس، فبتلاقي بتاع الجوع بيتفرز أكتر وبتاع الشبع بيتفرز أقل، فبالتالي لما بتنام أقل بتبقى جعان أكتر. فلقوا إن الناس بتاكل متوسط من 300 ل 500 كالوري زيادة وهو مش نايم. انا ما بحبش برضو موضوع مقاومة الانسولين ده، بس هو مع الاسف حقيقي الناس اللي ما بتنامش كويس بيبقى عندها نوع من انواع مقاومات الانسولين، ويعني بطريقة او باخرى بيأثر برضو على مستويات الشبع والطاقة في اليوم. طبعا دي حاجة بديهية، انت لما بتنامش بتحس انك تعبان. واخيرا وليس اخيرا، ودي حاجة انت برضو بقى ممكن تجربها مع نفسك بقى، هي دراسة وانا برضو جربتها عشان احنا نقدر نعملها. لو معاك اي فيتنس تراكر او ابل واتش او اي حاجة من الحاجات اللي بتحسب الحرق والكالوريز اللي بتتحرق في اليوم اللي تنام فيه اقل من 5 ساعات، هتلاقي ان انت الحرق بتاعك
متوسط بيقل من 5 ل10%. فتاني انت لو انسان يعني هدفه في الحياه ان هو يخس، اهتم بالنوم، علشان في حاجات كتير في جسمك كهرمونات برضو ليها علاقه بالخسسان غير بناء العضلات بتتلخبط. فده كجيم. كنفسيا يعني مش هتكلم في الموضوع كتير، بس انا هقول لك ان قله النوم، لو شفت فيديو الاكتئاب اللي انا عملته، قله النوم مربوطه بالاكتئاب. وبرضو هتلاقي ان انت الرياكشن تايم بتاعك او قدرتك الذهنيه بتقل شويه، فانت لما تسمع حاجه او يحصل حاجه تلاقي رد فعلك سواء جسدي او عقلاني ابطأ شويه. واخيرا بس يعني تلاقي دايما برضو في المعتقلات وكده لما يحبوا يعذبوا حد بيمنعوه من النوم. تاني مش محتاجين نتكلم على اهميه النوم كعنصر نفسي مهم يفرق فعلا في نفسيتك وفي جوده حياتك. بعد كل ده يعني انت طبعا عايز تقول لي يعني انجز، ها النوم مهم، نعمل ايه يعني؟ اعمل ايه عشان احسن النوم؟ والله بص، انا طبعا يعني زي ما بقول لك قعدت اتراك الموضوع وشفت ناس كتير قوي، عشان في هوجه كده طلعت مؤخرا برضو في مجال الفتنس في العالم عامه عن اللي هو بيسموه الانتي ايجينج والسليب بروفيشنالز والسليب كوتشز. يعني في ناس شغلانتها بيبقى الكوتش بتاعك في النوم، هو بيقول لك تنام ازاي وتنام كويس ازاي. وطبعا بسبب ان الموضوع بقى هوجه وبقى ترند، طبعا في سبلمنتس كتير قوي بتتباع ومنتجات تانية مش سبلمنتس بتتباع. ايه بقى اللي فعلا مهم ومش مهم؟ انا هقول لك الحاجات المهمه اللي توصلك ل 80 90% من النتيجه باقل اعباء ماديه، علشان انا دايما مقتنع ان اي ترندات اول ما بتطلع بيبقى فيها سبوبه، وبعد فتره السبوبه بتروح، فبيفضل لك الحاجات اللي هي المهمه، الحاجات اللي هي بجد بتجيب نتيجه. في حاجات مبالغ فيها انت عمرك ما هتعملها. الاجهزه والشاشات بتاعتنا بتطلع من الشاشات حاجه اسمها بلو لايت. الفكره ان انت عينك خلقه ربنا متعوده ان مفيش شاشات، عندنا الشمس والشمس بتغيب والقمر بيطلع والدنيا النور بيهدى. فيعني الفكره ان انت جسمك طبيعي بيفرز ماده اسمها الميلاتونين او الميلاتونين بالليل عشان جسمك يرتاح وتنام. الفكره كلها ان الشاشات دي بتطلع البلو لايت، فالبلو لايت ده بالنسبه لمخك ولعينك شبه النور بتاع الشمس بتاع الصبح، فبيلخبطك، يعني بيلخبط جسمك، فجسمك بيبقى شوية مش عارف يدخل في ميعاد الراحة بتاعه، علشان هو لسه شايف نور شبه الشمس بالنسبة له، مش شبه بالليل، مش شبه الضلمة. العلاج ايه؟ كان بيقولك اشتري لمض حمراء، واللمض الحمراء دي بتوصلها بحاجة زي مثلا سيري او اليكسا او اي حاجة من اللي هما الاي اي، وبتيجي بالليل تقول لها حولي النور احمر. هي لمض بتغير الوان، يعني ممكن انت تتحكم في اللون بتاعها. فانا اشتري لمبة واغير لمض بيتنا كلها، واشتري سيري او اليكسا واوصلهم، واقعد بالليل اغير الانوار الاحمر. اكيد مش هعمل كده يعني. دي الحاجات اللي انا هقول لك مش عمليه وما تعملهاش، بس مثلا اللي هقوله لك اللي ممكن تعمله لو انت يعني عايز تروح الحته دي. في اوبشنز في التليفونات كلها عامه، سامسونج وابل وكل حاجه، ان انت بتيجي في مرحله ما في السيتنجز هو لوحده بيشلك شويه من النور الازرق ده. فعلى الاقل حتى مثلا التليفون اللي انت ماسكه اهدى على عينيك. بس انا مش هقول لك ما تتفرجش على التلفزيون يعني كده، بس انت فعلا لو تعرف قبل ما تنام بساعه تمنع التلفزيون والايباد والشاشات، دي حاجه كويسه. انا كفهد بحب انام وفي حاجه شغاله دايما حواليا، فانا مش هعمل كده. بس على الاقل التليفون في سيتنج هو لوحده انت بتحطه، بيجي الساعه 7 ولا الساعه 6 بالليل بيغير اللون. يبقى على الاقل التليفون اللي انا ماسكه، او حتى لو صحيت وسط الليل وانا نايم مسكت التليفون، ما يبقاش النور ايه يعني اللي هو في المخ مزعج. الحاجة التانية هي انك تظبط درجة حرارة الأوضة. بيقولوا يعني ان درجة حرارة الأوضة المثالية هي 18 عشان جسمك يرتاح والأوضة تبقى فيها نوع من انواع السقوعية. طبعا دلوقتي احنا في الشتاء وانا على طول بردان، فيعني ما عملتش حاجة في الموضوع ده الصراحة، بس يعني حتى مثلا في الصيف او في الحياة حاول تنام وانت شوية حاسس بنوع من انواع السقوعية، مش سقعان فانت بتتكتك، بس يعني في نوع من انواع السقوعيه في الاوضه، ده هيبقى احسن لك. تاني حاجه ودي الحاجه اللي فرقت قوي بقى بجد، انك تضلم الاوضه. تضلم الاوضه، تشد الستاير كويس، ميبقاش في نور جاي من بره. زي ما قلت لكم بحب انام يعني وفي حواليا حاجه، خلاص النوم ابتدى يجي بقفل التلفزيون خالص. التليفونات اللي جنبي في الاوضه عشان ساعات بتبقى منوره وهي مشحونه وكل حاجه، اقلبها على ظهرها، فيبقى ايه، مفيش نور ومفيش اي حاجه. متجوز او حاجه ومعاك مراتك في الاوضه او حاجه وهي مثلا بتحب نور او اباجوره او اي حاجه من كل الكلام ده، ممكن تستثمر في اللي هي الماسكات اللي بيجيبوها دي اللي هي الاي ماسكس. بس يعني بطريقه او باخرى حاول توصل لمرحله الاوضه تبقى ضلمه، ودي حاجه بجد هتفرق معاك. دي حاجه. الحاجه الجايه اللي هنتكلم عليها ودي هتبقى حاجه صعبه شويه، بس على قد ما تقدر حاول تظبطها، واللي هو مواعيد النوم. مش هقول لك ادخل نام الساعه 9 الساعه 10، سيبك من كل الكلام ده. كل اللي هقوله لك حاول يبقى على الاقل عندك مواعيد ثابته. طبعا كل ما تنام بدري وتصحى بدري كل ما كان احسن، دي حاجه بديهيه. كل ما تنام بالليل وتصحى الصبح زي الناس كل ما كان ده احسن، دي برضو حاجه بديهيه. بس
حاول يبقى عندك ميعاد سرير، يعني ميعاد نوم. الساعتين دول انت عايز تنام الساعه 12 واحدة بالليل براحتك، بس مثلا لو كل يوم هتنام الساعه 12 واحدة، حاول على قد ما تقدر تبقى ملتزم ان انا الساعه 12 واحدة بنام، يبقى الميعاد ثابت. ولو بتصحى كل يوم في ميعاد معين، حاول تصحى في الميعاد المعين ده. حتى الموظفين بالذات مثلا عشان بيصحوا كل يوم في مواعيد معينه، تلاقوا ان هم كتير قوي في الاجازات غصب عنهم بيصحوا قريب من ميعاد الشغل من غير الارم، عشان انت جسمك بيحب هذا الروتين، جسمك بيحب ينام في ميعاد معين ويصحى في ميعاد معين. دي هتفرق معاك في قيمه النوم. وبهذه المناسبه قبل النوم بقى حاجتين: كافيين، حاول تقلل الكافيين قبل النوم. انا عارف في ناس بتشرب قهوه وبتنام، انا عارف الموضوع ده، وبيقول لك ما بتفرقش معايا، وظاهريا ما بتفرقش معاه، بس انت تاني لو مثلا بتراك النوم بتاعك او بتشوف النوم بتاعك عامل ازاي، او حتى دخلت بصيت على الابحاث، هتلاقي ان الكواليتي بتاعت النوم بقت قليله. انت ممكن تكون تشرب قهوة او كافيين وبتنام 6-7 ساعات بتوعك، بس 6-7 ساعات جودتهم مش عالية، 6-7 ساعات مش كويسين. فيعني خليك فاكر الكافيين بيقعد في الجسم من 6-8 ساعات. فيعني لو انت مش مضطر، مش وراك شغل، مش وراك حاجة معينة انت محتاج تركز لها، حاول تقطع الكافيين قبل ما تنام قبلها ب6-8 ساعات. والحاجة التانية هي الاكل. حاول ما تاكلش وتنام، حاول على الاقل تفصل ساعه او ساعتين جسمك يهضم، او لو هتاكل حاجه خفيفه ساعتها عادي يعني كل ونام، مش هيحصل حاجه، زي مثلا زبادي، فاكهه، بتاع عادي يعني جسمك مش هيحس بتقل قوي. بس لو هتاكل يعني هتدبها، حاول تفصلها شويه عن النوم، يعني بساعتين او 3 على حسب حجم الوجبه. بس واخر حاجه هتكلم عليها هي السبلمنتس والنوم. طبعا اكبر 3 او 4 سبلمنتس ممكن تكون سمعت عنهم هم الميلاتونين او الميلاتونين، المغنيسيوم، والاشواجندا. دول من اشهر السبلمنتس اللي انت ممكن تكون سمعت عنهم في النوم. الابحاث قالت ان طبعا المغنيسيوم كويس للنوم، الميلاتونين كده كده طبيعي بيتفرز في جسمك وقت النوم فيعني بيساعد، الاشواجندا مش قوي. حتى الاعشاب اللي انت ممكن تشتريها وعشان تساعدك على النوم، الحاجات دي كلها بتساعدك ان انت تدخل في مود بتاع ريلاكس، اللي هو نفك عشان نعرف ننام. القاعده اللي هقولها باختصار شديد جدا: لو انت عايز تستثمر في حاجه من الحاجات دي عشان النوم، اتفضل. هي مش هتخسر، يعني مش هتضرك، مش هتبوظ نومك، بس افتكر بس الناحيه التانية هي مش سحر. يعني مش هتاخد ميلاتونين او مغنيسيوم او اي حاجه وتنام، هو مش منوم وهو مش سحر. هل انا باخد اي حاجه من الحاجات دي؟ لا. هل نومي اتحسن بالحاجات اللي انا قلت لك عليها، ان انا بضلم الاوضه ساقعه، غيرت ميعاد الاكل والكافيين؟ فيعني قد يكون المغنيسيوم او السبلمنتس او الاشواجندا او الحاجات دي تساعدك، بس غالبا الحاجات دي هتديك مثلا فايده، مثلا تعال نقول 5-3%، انما اللي انا بقوله لك ده مثلا هيوريك 70-80% فايده. فيعني شوف انت عايز تعمل ايه. بس اخر حاجه هقولها: الناس اللي بتعتمد على مثلا الادويه او اي حاجه تساعده عشان النوم، بس ده مش زي النوم الطبيعي. فانا فاهم ان الاسترس والحاجات دي ممكن تبقى مش بايدك، فانت مش عارف تنام، فبتضطر تلجأ مثلا للادويه او المنومات او لاي حاجه من الحاجات التانية دي، او الكحوليات او اي حاجه. انا فاهم وتمام ماشي، بس خليك فاكر ان دي حاجه مش كويسه. حاول ان انت تحسن نومك بطريقه او باخرى، او تهندل الاسترس اللي في حياتك، فجسمك يبتدي يدخل في النوم لوحده طبيعي من غير ما تبقى معتمد على الحاجات دي. الحاجه التانية برضو دي اخر حاجه اتكلم عليها، هو موضوع السهر. فانا مثلا هسهر بعد الشغل النهارده عشان انا نازل اقعد مع صحابي على القهوه، او نازل مع خطيبتي، او عندي التزامات اجتماعيه ما بعد الشغل، فانا هسهر النهارده اعوض في الويكند، اعوض الجمعه والسبت. انت فعلا ممكن تعوض، يعني دي حاجه بتحصل، جسمك فعلا بيعوض النوم، بس برضو مش زي ما انت متخيل. انسان A وانسان B. انسان A نام توتال في الاسبوع 10 ساعات مثلا يعني، وانسان بي نام نفس ال10 ساعات، بس ده كان بينام ساعتين كل يوم، وجي في الاخر في الويكند نام 8 ساعات، فاصبح الاجمالي 10. انما ده كان بينامهم متقسمين على ال7 ايام، هتلاقي اللي نامهم متوزعين على ال7 ايام بيشوف نتيجة احسن ككواليتي النوم، وعلى المدى البعيد في صحته احسن. فاللي عايز اقوله لك طبعا تعوض احسن ما تعوضش النوم، بس ما تعتمدش ان ده باسلوب حياتك ان انا على طول بعوض النوم. واخيرا وليس اخيرا، يعني خلي النوم زي ما تقول اولويه. لو انت بتتمرن عايز تحافظ على صحتك وكل الحاجات دي، حطه من ضمن اولوياتك، زي ما انت مثلا الجيم من اولوياتك، النوم، الكارديو، اي حاجه يعني، البروتين، ايا يكن، ادي النوم اولويه. الفيديو طلع اطول مما انا كنت متخيل الصراحه، بس الصراحه كان فيديو حلو عجبني انا شخصيا يعني. المهم بعيدا عن النرجسيه اللي انا فيها، الفيديو هنقفله على كده. لايك، شير، سبسكرايب. اي اسئله، اي افكار سيبها لي تحت في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي.